السلام متتبعي قناة باب الجنة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله واحد الشخط قصير خفيف ظريف في قناة باب الجنة. اليوم غادي نقدم لكم النوع ديال السومو، داك المنقط كيكون صغير بهذا الشكل هذا. طريقه سهله ماهله دغيا كتوجد بلا تعقيدات، بلا ما تبقاو تعذبوا راسكم وتفكروش كيفاش غادي طيبوه. اخواتي الكريمات، غادي نبداو اولا بشويه ديال الملح. بهذه الطريقه هذه شويه ديال الملح بهذا الشكل هذا. اخواتي سهله ماهله، ما كاين ما خلط بيديك ولا قاس الحوت بيديك، فقط غير ملي كتكون غادي تغسلو. شويه ديال الملح بحال هكايا، شويه ديال الزعتر اخواتي بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل اخواتي. ودغيا كيوجد معاكم، كتحطوه في الفران دغيا كيتحمر معاكم، ما كياخذش منكم وقت. شويه اخواتي ديال الكمون بهذا الشكل هذا. اخواتي هاد التوابل هذه خفيفه كتساوى مع بعضياتها، كيجي المذاق رائع. واخيرا كتاخذوا شويه ديال بودره ديال الثوم، قليل جدا بودره ديال الثوم بالطريقه هذه. واخيرا غادي ديروا خيوط ديال زيت الزيتون بهذا الشكل هذا اخواتي، بهذا الشكل. وكنكونوا هنايا اخواتي سالينا الطاوه ديالنا، ما خداتش من وقتنا حتى دقيقه، اقل من دقيقه. دابا اخواتي غادي نديروها في الفران، ومني غادي توجد غادي نوريكم كي جات. مشاهدي الكريم، وهذه هي النتيجه الاخيره من بعد ما خرجت السمك ديالنا من الفران. جا على الطريقه هذه، جا محمر اخواتي. شفتوا الطريقه انها سهله ماهله اخواتي الكريمات. ممكن هاد التتبيله سهله تقدروا تستعملوها حتى مع السردين، يعني غتإليمينيو فقط الزعتر. حاولوا انكم ديروا غير الملحه والكمون والثومه غبره، وكيجي السمك ديالكم بهذه الطريقه هذه كيجي رائع اخواتي. شوفوا كيفاش جا اخواتي، تتبيله سهله والنتيجه كتشهي. اخواتي الكريمات، كنتمنى هذا الطبق الساهل الخفيف الظريف قناه باب الجنه يكون عجبكم وراقكم وراق الاستحسان ديالكم. والى وصفه جديده ان شاء الله بحول الله في قناه باب الجنه، تكون خفيفه سهله ظريفه. شكرا لكم اخواتي الكريمات، احبكم في الله، مع السلامه.